دلوقتي هنكلم سمية نشوفها وصلت اه شوفي عشان اتأخرت جدا. الو الو، اهلا اهلا. انت فين يا سمية؟ اتأخرتي. يلا حبيبتي جايه حالا اهو. سوري. لسه بقول لجميل، بقول له يا كانت كده مش ملتزمة معاك ومواعيدها مش مظبوطة في التصوير. طب ليه البدايه دي بس؟ ليه البدايه دي بس كده ان مواعيدي مش مظبوطه؟ قال لي دي كانت منضبطة جدا ومفيش حد صح يا جميل. بصي يا بوسي، انا بس اللي اخرني عشان امبارح كان عندي تصوير، فقعدت يعني طول اليوم كان صعب قوي ونايمه متاخر، عشان كده ده انا اتاخرت عشان بس الناس ما تقولش معلش حبيبتي. المهم النتيجة انك وصلتي، قربتي خلاص، داخلة علينا. اي حبيبتي يلا اهو دقايق. واهم حاجة ماما معاكي ولا جاية لوحدك؟ لا ماما معايا. انا عايزة ماما. ماما اهم حاجة ان ماما تيجي. حبيبه قلبي يلا جايين حاجه. يلا حبيبتي، انا في انتظارك. احنا دلوقتي حبيبة قلبي وصلت اهي. حبيبة شوفي كل الورود ولسه في تورته وفي احتفالات. تعالى يا جميل، ومعانا المخرج الجميل جميل ايوه جميل يا بنتي، مش جميل. قلت له هو باباك برضه مش ابن الجيران يعني. انا قعدت عيني لان بابا كان صاحبي، اهو كنت يعني على طول مع بابا. وبعدين هو لما دخل بقى اقول له جميل مغازي، يقول لي بابا اسمه جميل مغازي، انا جميل. فبقيت اتعودت بقى جميل. والاغنيه بتستقوي. النهارده هنحتفل جوه مع بعض. واقول القمر وصلت حبيبه قلبي سمسمه الجميله اللي كانت وحشانه جدا، وان شاء الله تكون بدايه ان احنا نشوفها كتير، لان جميل وعدني ان في فيلم ان شاء الله ومسلسل ان شاء الله كتير جايه اكيد. يعني. سمية مش هتقعد خلاص سمية مفيش قاعده، هي مش وقت قاعده، وانا دايما انصحها يا حبيبتي يا ماما ما تقعديش في البيت البيات الشتوي ده. احنا يا جماعه دلوقتي لايف هنحتفل كلنا بتستقوى لسمية الخشاب وجميل مغازي، وطبعا معانا ست الكل حبيبه قلبي مامة سمية. ومامة سمية دي انا بشوف ان اي حاجه حلوه بتحصل لسمية ده بسبب مامتها. فعشان كده انا من اول مره طلعت فيها سمية ما ينفعش، هي بتحبش تصور خالص، بتحبش تطلع معايا انا بالذات. لازم باصر ان في اي حدث حلو لسمية لازم تكون موجوده، لان هي اللي بتديها البركه والطاقه وكل حاجه. وانا كمان وجودك بيخلي الحاجه حلوه. ميرسي بوسي قوي يعني عايزاك تدعي لها ربنا يوفقها دايما ويشوف احسن الناس. احنا بنحبك وانت عارفه ده. الدموع دي ايه بقى؟ فرحانه انت والله العظيم. يعني مامتك دي انا بحس هي سبب نجاحك طبعا يا سمية. يعني دي حبيبه النهارده احنا كمان في شهر عيد الام، كل عيد ام وانت طيبه وشهر المراه. وهل سمية بتستقوى في البيت بقى؟ لا حرام، دي طيبه جدا. يعني مش اي استقوية. لا خالص وبتسمع كلامي كل حاجه. جميل. تقول ايه النهارده لسمية واحنا بنحتفل وجها لوجه؟ كلام ما قلتهالش قبل كده وحابب تفاجئها بيه النهارده في احتفاليه. عايز اقول انا من زمان طبعا انا بتمنى اشتغل مع سمية الخشاب، وسعيد جدا وفخور ان انا اشتغلت معاها بعد يعني الوقت ده، وبعد ان انا اشتغلت مع ناس كتير فنانين. سمية الخشاب حاله خاصه جدا في حياتي بصراحه. والغنوه دي يعني برضو نقله يعني بالنسبه لي مختلفه تماما. سمية ليه مختاره كل حاجه فيها جميل مغازي؟ المسلسل مع جميل مغازي ان شاء الله، بس الفيلم مع جميل مغازي. انا سعيده جدا بشغلي مع جميل، بحسه هو صديقي واخويا قبل اي حاجه، ونقعد نحكي لبعض، نقعد نتكلم مع بعض. جدا مريح يعني. ف دماغنا شبه بعض، في بينا كيمياء، وده بان في الاغنيه. والحمد لله. هو كان شويه قلقان انه ايه، ممثله بقى وهتزهقني في التصوير وهتقعد بقى تقترح. طلعت لا سمية مؤدبه جدا. انا اعرف سمية من اول ما بدات، من اول ما دخلت التمثيل فعلا هي مريحه. يمكن اصعب حاجه مرت عليها كان في رايه وسكينه،
اتقمصت شويه الدور. قعدت شويه بعدها كانت شرسه تعبانه فيه في اللوكيشن الوحيد اللي شفت سميه كانت شرسه فيه. كنت بضرب الناس. لا يعني لا كنت جواكي مش لا ريلاكس. صح انت انا فاكره الموضوع ده. فاكرة انا الأيام لما دي؟ كسرت المرايه في التصوير كان بقالي 4 ايام مش نايمه. كنا احنا هوا بنصور عشان نعرض في رمضان ولازم الحلقات المنتج جمال عدلي يوديها للبلاد وكده، فالمحطات العربيه وكده، فاحنا كنا بنشتغل لايف ما بننامش. ف3 ايام مش نايمه او 4 ايام مش نايمه. جاتني حاله غريبه وقمت كسره المرايه كلها لان انا من جوه رافضه الشخصيه. ورايا وسكينه مش برضه قادرة. مسيطرة عليها وعبله كامل محسسك إن قعدت أنت قاعدة اصرخ فهي عرفت الموضوع. كنت معاها في الديكور. انا كنت بتقبض، انا بدخل كلنا احنا انا لما رحت اصور معاهم وقضيت يوم معاهم في اللوكيشن كنت يعني حاسه ان انا مقبوضه وقلت الله يكون في عونهم. قعدت فتره طويله جدا عشان اخرج منها. يعني تعبتني اكتر شخصيه تعبتني هي سكينه دي فعلا، بس من انجح الادوار ولحد دلوقتي لما بيتشاف المسلسل بيتشاف كويس جدا من الناس وبيقابلوني في الشارع بيقولوا لي روعه. يعني احنا ما شفناها 10 مرات ما بنزهقش. يعني احنا ما بنزهقش منك في ايه. حطوا لنا يا جماعه حبيبتي بتستقوى نقطع التورته بتاعتنا بدايه الصريخ دي بدايه الصريخ. ده السويد ده ايه كان ايه بقى ده؟ حطوا انت موسيقى تصويريه؟ لا ده موجود في الغنى من الاول خالص. صرخات بتعبر عن معاناه صرخات الجوه بتاعت الناس كلها اللي كانت بتضرب او الستات اللي كانت بتضرب يعني. يعني قايمه من ساعات بتستوى. انا ما كنتش اكيد اقصد ده، بس بدات ناس كتير حتى من الوسط الفني. يعني اليوم السابع عامل يعني زي ريبورت كده او تقرير عن الفنانات اللي اتضربوا. فكتير قوي يعني لقيت نجوم كتير قوي بيقولوا يعني اللي اتضربت واللي حاطه صورها وهي بتنزف واللي يعني اتضايقت قوي اتوجعت. يعني الاغنيه دي قلبت المواجع. قلبتوا المواجع. احنا اللي هنستقوى بقى. ماسكه السكينه يا تستقوى. يلا بقى نغنيها سوا. بتيجي عليها وتهنها ومبسوط انك الاقوى. بتستقوى بتكسر بالجحود عينها. مفيش لا شهامة ولا تقوى. مفيش لا شهامة ده منك للي خلقك روح. بتضربها بدل ما تشوف دموع عينها. فمن حضنك تقربها بتضربها. راضي البهدل عليها تحب في يوم تجربها. ضميرك فين يا جميل؟ ضميرك فين يا عيني؟ خلاص بقاله سنين. يلا حطوا ايدكم بقى وهي بتغني. هتفضل عايشة مكسورة